اخيرا بعد غياب طويل عن السوق المصري، هواوي بترجع تنزل موبايلات من جديد، والمره دي راجعه بموبايل جامد قوي في الفئه المتوسطه. راجعه بموبايل فيه اكبر بطاريه جربتها في حياتي، واللي بتيجي بسعه 8500 ملي امبير. انتوا متخيلين الرقم؟ والموبايل ده هو الهواوي النوفا 15 ماكس. واسم ماكس ده مش جاي من فراغ الحقيقه، لانه ماكس في 4 حاجات. اولا طبعا زي ما قلت لك من شويه ان البطاريه هنا عملاقه حرفيا بسعه 8500 ملي امبير، وقلت لك برضو ان دي اكبر بطاريه جربتها هنا على القناه. الفكره هنا انها مش بس رقم، البطاريه هنا بتقعد يومين واكتر من الاستخدام الطبيعي للجهاز، يعني فيديوهات يوتيوب وسوشيال ميديا وجيمنج وتصوير واستخدام طبيعي جدا. البطاريه هنا بجد بطاريه غريبه جدا، مش بتخلص تقريبا. الشحن هنا 40 واط، يعني يمكن مش اسرع شحن في الدنيا، بيشحن البطاريه هنا من 0 ل 100 في ساعه و40 دقيقه تقريبا، ولكن برضو نفتكر ان البطاريه عملاقه 8500 ملي امبير والشحن بس 40 واط، فكتر خيره يعني. تاني حاجه الموبايل ده ماكس فيها وهي الشاشه. الموبايل ده بيمتلك اكبر شاشه في فئته، 684 بوصه من نوع اوليد بتردد 120 هرتز، والبيك برايتنس بتاعها بيوصل لغايه 4000 نت. والشاشه هنا زي ما انتم شايفين بدون حواف تماما، تقريبا دي اصغر حواف في الفئه برضو. فنسبه حجم الشاشه لحجم الجهاز هنا بتوصل ل 94%، وده بيخلي شكل الجهاز من قدام تحفه. مع طبعا الشاشه الاوليد اللي هتديك تجربه مشاهده محتوى على الموبايل ده رهيبه جدا. الصراحه الشاشه دي من اكتر الحاجات اللي حبيتها في الموبايل، واول ما تمسك الموبايل او تطلعه من العلبه وتتفرج على الشاشه وتستخدمها وتبتدي ان انت تستخدمها، الصراحه هتلاقي شاشه 10 من 10 الصراحه. تالت حاجه ماكس في الموبايل ده وهي المتانه بتاعته. اي نعم الموبايل ده جاي بجسم من البلاستيك، الفريم من البلاستيك والظهر من البلاستيك، الا انه متين جدا جدا. الموبايل ده بيستحمل وقعات قويه جدا، يعني لو رميت الموبايل ده من ارتفاع 2 متر زي كده مش هيحصل له اي حاجه. انا متاكد ان الموبايل ده دلوقتي ما حصلوش اي حاجه، يا رب ما تكسفني. بصوا وقع على السيراميك ولا اي حاجه ولا اي خدش. الموبايل ده فعلا متين جدا جدا. كمان الموبايل ده مضاد للميه الغبار، فما تشيلش هم اي حاجه في الموبايل ده، او ما تشيلش هم الديورابيلتي بشكل عام. وهواوي في النقطه دي بالذات بتديك ضمان لمده سنه على الشاشه والبطاريه والظهر، لو حصل لهم اي حاجه ممكن تروح تصلح الموبايل ده في الضمان. رابع حاجه انا شايفها ماكس في النوفا 15 ماكس هي السماعات بتاعته. عندنا هنا سماعات ستيريو، واحده فوق باينه جدا والتانيه تحت، بيدونا صوت رهيب. ده افضل صوت او افضل تجربه صوتيه هتشوفها في الفئه السعريه دي. صوت عالي جدا ونقي وفيه بيس كويس قوي، طبعا مع الشاشه الخرافيه اللي اتكلمنا عليها قبل كده. بجد زي ما انا قلت هتاخد افضل تجربه مشاهده محتوى على الموبايل في فئته السعريه طبعا يعني. طب وباقي الموبايل؟ باقي الموبايل طبيعي بالنسبه للفئه بتاعته. فمثلا اداء الموبايل ده كويس، جاي بمعالج هنا اسمه كيرن 8000A. المعالج ده مبني على معماريه 7 نانومتر. في تطبيقات السوشيال ميديا الموبايل ده هيديك اداء ممتاز، ما فيهوش تقطيع، ما فيهوش لاج. في الالعاب برضو ببجي هنا شغاله على 60 فريم في الثانيه، ولكن ادائها ثابت ومستقر، مفيش سخونه جامده قوي قوي وانت بتلعب. الموبايل كمان يقدر ان هو يشغل 4 العاب في الخلفيه بدون ما يحمله من جديد. مثلا حاجه زي الكاميرات، انا كنت فاكرها الصراحه انها هتطلع نص نص، ولكن طلعت حلوه جدا. ما زالت هواوي شاطره قوي قوي في حته البروسيسنج دي. كاميرا هتديك صور الصبح وبالليل كمان حلوه جدا. هواوي برضو شاطره جدا في موضوع النايت مود او التصوير الليلي بشكل عام. الصوره كانت بتاخد شويه وقت شويه عشان تعمل بروسيسنج، يعني بعد ما بتصور بتاخد وقت على بال ما الصوره بتطلع، ولكن لما الصوره تطلع هتلاقيها كويسه. الكاميرا يعتمد عليها. الموبايل ده كمان بيصور فيديو بدقه 4K، تاخد منه فيديوهات يعتمد عليها بدون اي مشاكل. بالنسبه للكاميرا الاماميه 8 ميجا بكسل، يعني بتديني صور معقوله الصبح. بالليل ما عجبتنيش قوي، مش زي الخلفيه. كان نفسي الصراحه يظبطوها اكتر من كده الحقيقه، ولكن نظام الكاميرات كويس على عكس توقعي الصراحه. طبعا انتوا عارفين مواضيع جوجل وهواوي والحاجات دي من زمان قوي، يعني مش لازم ان احنا نقعد نعيد ونزيد فيها. واكيد انتوا عارفين برضو ان انت ممكن تنزل كل التطبيقات اللي انت عايزها من خلال الاب جاليري. طب لو ما لقيتش تطبيق في اب جاليري هتروح على باتل سيرش تنزل التطبيق منه. وعشان تريح دماغك من كل الكلام ده اعمل زي ما انا عامل كده. انا اول ما بمسك الموبايل بفتح الاب جاليري بنزل تطبيق اسمه جي بوكس، وممكن من خلال جي بوكس ده تنزل كل التطبيقات اللي في الدنيا. تطبيقات الاي اي موجوده كلها زي تشات جي بي تي والكلام ده كله، كاب كات. تطبيقات جوجل كلها موجوده بدون اي مشاكل، شغاله عادي جدا. تطبيقات السوشيال ميديا الفيسبوك والكلام ده كله، تطبيقات اوبر وديدي وان درايف، تطبيقات الشوبينج موجوده، تطبيقات البنوك كلها موجوده بما فيهم انستا باي. فانت ما عندكش اي مشكله
مشكله خالص في موضوع التطبيقات حاليا، يعني في وقت نزول الفيديو ده مفيش اي مشكله خالص، الا حاجه بسيطه لازم تاخد بالك منها، ان انت لو رابط حسابات السوشيال ميديا بتاعتك بجوجل، رابطها بحسابات جوجل، مش هتعرف تعمل ساين ان باي جوجل. لازم تكتب الايميل بتاعك وتبقى فاكر الباسورد تاني عشان تدخل على حسابات السوشيال ميديا اللي انت رابطها بحسابات جوجل. دي المشكله بس الوحيده اللي قابلتني، ولكن غير كده صراحه التطبيقات كلها شغاله عادي جدا. اليوتيوب شغال عادي جدا، المابس شغاله عادي جدا، تطبيقات السوشيال ميديا شغاله بشكل طبيعي جدا وادائها كويس وثابت، ما فيهوش اي مشكله. الموبايل ده كمان للاسف مش بيدعم شبكات ال 5G، هو 4G بس، وكمان مش بيدعم الاي سيم. ولكن موضوع الاي سيم ده غالبا في الفئه السعريه دي مفيش غير موبايل واحد تقريبا هو اللي بيدعم الاي سيم، ده عادي في الفئه السعريه دي. بس الموبايل ده 4G مش 5G. في النهايه النوفا 15 ماكس موبايل حلو جدا الحقيقه، والاهم ان انا مبسوط ان هواوي رجعت تاني تنافس في السوق المصري. هواوي بتنزل عادي موبايلاتها عادي جدا بره، وليها موبايلات فلاج شيب زي ما هي، وطبعا الموبايلات الفولد الرهيبه بتاعت هواوي اكيد انتم متابعين، ولكن هنا في مصر ما كانتش نشطه قوي في موضوع الموبايلات ده. فانا مبسوط جدا ان هواوي رجعت تنافس بموبايل، وموبايل فئه متوسطه حلو، موبايل فيه امكانيات كتير، اكبر بطاريه، الشاشه حلوه جدا، كاميرات كويسه يعتمد عليها، السماعات حلوه جدا، موبايل ديورابل جدا ما بيحصلوش اي حاجه، الموبايل ده زي الدبابه كده. فانا مبسوط ان شركه بحجم هواوي رجعت تنافس عشان يبقى في منافسه جامده في السوق بتاعنا. بس كده ده كان رايي عن الهواوي نوفا 15 ماكس. قولوا لي انت رايك تحت في الكومنتات، ايه رايكم في الموبايل ده، وهل تشتري بسعر ولا لا؟ الموبايل ده نازل سعره 22,000 جنيه في وقت نزول الفيديو ده، ممكن ينزل ممكن يطلع الله اعلم، ولكن حاليا سعره 22,000 جنيه. فقول لي رايك تحت في الكومنتات، وما تنساش لو عجبك الفيديو ده تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.